اهلا بكم اخواتاتي، قربوا واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. وكيما الفيديو تاع نهار اليوم حبيت ندير لكم موشطو بالدجاج، والله بنينه تسخه بطريقه جديده. ورقات معكم الفلفل. حبيت اليوم نحكي لكم ونصارحكم واش راه صار معايا، ونتمنى ان شاء الله كامل ما تغلطوش الغلطه اللي درتها انايا. والله انا كنت ما نخافش من العين وما نديرلهاش حساب، بصح في التالي عرفت باللي العين هي سبب كل. نروحوا لوصفتنا تاع نهار اليوم ومن بعد نحكي لكم. انا كان عندي طرف تاع دجاج، هنايا ربيت حبه تاع بصل مع طماطيش تاعها، كنت قطعتها براج عادي. وعندي هنا ربطه تاع حشاوش وثوم ربيته. هنا من الاحسن البصله تربوها في الرقيق كامل. وكان عندي قرفه ورند وزنجبيل وفلفل اكحل، هذا ما نستعمل انا في المشطو، ما نديرش توابل الاخرين. هنا نقلوها مليح على نار تكون هافته حتى يذوب معنا هذاك البصل والطماطيش، ونتمو نقلو فيها مليح مليح على نار تكون قليله كيما قلت لكم حتى تطلق العصاره تاع هذيك كامل. نحوس ننصحكم نصيحه تاع وحده والله عانت ياسر في حياتها، وسورتو البيريود هذه اللي راهي تفوت عليا. والله كان نقول لكم راني انا والعائله تاعي مش غنخرجوا كامل من العمليات. درت لوليدي عمليه العام اللي فات، عمليه تاعو كانت صعيبه ما جات تفوت حتى. وهذا العام كما تعرفوا درت انا عمليه على عينيا متتبعاتي، راهم كامل عارفين واش راه صرالي. ومن بعد دركي صرالي حاجه كاع وقت اخرى، وليدي راه مريض من ذراعه، وكان قالي الجراح اوبليجي يديروا له عمليه. ما اناش كبير راح نديروا عمليه، والله هذا كامل شي اللي صرا فينا بسبب العين. انا ما كنتش نامن بصح والله يصراو لك حوايج ودلائل يعطيهم لك ربي يجوك ورا بعضهم تعرفي بلي ديك الحاجه صرات لك من العين. نتوما حسنوا اولادكم، حاولوا انكم كل ما تنوضوا صباح تقراوا لهم القران، اذكار الصباح اذكار المساء. اني عارفه بلي الواحد يشطن وينسى ساعات، بصح حاولوا انكم هذه الحاجه ديروها في بالكم باللي لازم تحسنوا اولادكم. والله راها العين حيه صعيبه. انا والله وحده من الناس قلت لكم ما كنتش نامن بالعين، ما عندي نورمال بنين خرجوا نبعثوا نديه معايا وين ما رحت. وبنين الله يبارك جاي حاذق، هو كمام جاي صغير عنده عامين ونص برك، بصح الله يبارك جاي حاذق وكما تعرفوا ذراري كامل صغار هاك يجوا الله يبارك يحلاو في القلب. انا والله وين ما نروح نديه معايا نخرجوا ما نسخوش، ما عندي حاجه تاع العين ما. بصح هذا الحوايج اللي صراولي ورا بعضهم حلفت خلاص قلت منها وجاي عندي واجبه ولا عندي حاجه نروح وحدي بني نخليه في الدار. والله صراحه راني نعاني هذه الفتره، ما على بالي العمليه تاعو نديرها له ما نديرهالوش، اسكو تنجح اسكو ما تنجحش. ادعوا له ان شاء الله كامل حنوناتي ان شاء الله يريح وتفوت هذه الحاله على خير. ونرجعوا هنا للوصفه تاعنا كما راكم تشوفوا هنايا. بعد ما قلينا الموشطو زين درنا لها ديك المقرف تاع الفرينه وقليناها مليح ومرقناها بالماء سخون وسكرنا عليها وعلى نار تكون هافته. ومن بعد جبت هنا الموشطو تاعي كنت قطعتها كامل ونقيتها ودرت لها مقرف عرق اصفر كما شفتوا، ونقليها هنايا في زيت ما تكونش قاويه برك نورمال شويه تاع زيت ونقلوها مليح في ديك الزيت. نديروا لها الملح والعرق الاصفر كما راكم تشوفوا. هنا لازم كيما نقولوا الموشطو هنايا ماكمش رايحين تحرقوها، رايحين تقلوها برك شويه. وهنا هاي لاصوص تاعي هاي من جهه واحده اخرى طيب. هنا راني نقلي في الموشطو تاعي هنايا تمو قلبوا فيها البنات بشويه كيما لاحظتوا. انا في لاصوص تاعي ما كنتش استعملت لا عرق اصفر لا توابل، ما درت حتى حاجه ما خلاف شويه تاع زنجبيل وهذا مكان. هنا بعد ما طابت لي الموشطو تاعي والله جات بنينه تسخف نتاع تغماس وجايه خاطره وبنينه. نتمنى كامل جربوا هذه الطريقه. وهنا بعد ما كنت قليت الموشطو هذيك رحت ضفتها على لاصوص تاعي وسكرت عليها شوي في الكوكوط. بعد ما كانت اختارت معايا حطيتها كما راكم تشوفوا وزدت لها مرسوة تاع بطاطا كنت طيبتهم في لاصوص هذاك. والله جات بنينه تسخف، اتمنى كامل جربوها. انا صراحه الموشطو ديما نديرها بهذه الطريقه وتجيني بنينه تسخف. وهنا كما راكم تشوفوا رقت الفلفل الحار والله جا بنين يهبل وجا مقرمش. الله قالب صوره ما تقدرش توضح لكم كيفاش خرج لي مقرمش وبنين. حتى شوفوا اللون تاعو كيفاش راه جاني صفر. انا هنايا كنت خليته نورمالمون 10 ايام وهذا كان وجد معايا. هنا جبنا الفلفل تاعنا، انا استعملت هنايا كيلو فلفل، رقات كميه قليله برك خاطر غير انا برك اللي ناكلو في الدار بني ما ياكلوش وحتى زوج ما يشتيش
بعد ما تكوني مسحتي الفلفل تاعك هنا كامل، تحكمي الموس وتفتحيه من 3 جهات هكذا كاين باش تدخل فيه الثوم والقارص والملح هذاك اللي انا دايرينو، تكمليه كامل بنفس الطريقة، تفتحي كامل من 3 جهات. والله جاي سخف وجا بنين ويقرمش، انا نموت على الفلفل، نحس طابلة ما فيهاش فلفل ما هيش طابلة. وسورتو كي يكون هذا اللي مش حار ياسر، فيه بنة برك، انا الحار ياسر صراحة ما نطيقلو ما ناكلو، هذا لا باس فيه بنة برك. نديرو كامل فيها هذه البنارة، ومن الاحسن تكون عندكم بنارة تاع الدجاج، ولا كان ما عندكمش تقدروا ديروا في دوك لوبادين تاع الزيت ولا القروع تاع الكازوز ولا القروع تاع الماء، المهم حاجة تسكروا عليها مليح. ونكملوا كامل الفلفل اللي عندنا نخدمه بهذه الطريقة. انا درتو في هذه البلارة، وانتم كيما تحبوا، لكن عندكم قروع والله بيدون هذاك تاع دهان والله ثاني تقدروا ديروا فيه. هنا بعد ما كملنا الكمية كامل تاع الفلفل اللي عندي، كما قلت لكم انايا ما درتش ياسر وكان عجبني وصراحة ثم قضالي، قلت والله نعاود ندير. وهنا السر كامل تاع الفلفل اللي يجيكم مليح، ولا حبيتو يجيكم من الداخل ملحم، هنا الماء يا اما تستعملوا ماء سعيدة، والله الماء هذاك تروحوا تغلوه مليح باش نحولوا الكالكير اللي فيه، هذاك اللي ما يخليش الفلفل تاعنا يطيب مليح، ولا تستعملوا ماء معدني، ماء سعيدة كما نقولوا. هنا رحت فرغت عليه الماء، خليت ربع هذيك الكمية كملتها بالخل. نعمل احسن تستعملوا خل ابيض، انا ما كانش عندي درت هذا الخل برك، ودرنا هنايا كما قلت لكم وكملناها بالماء، ومن الاحسن الماء تغلوه ما ديروش مباشرة. وهنا نديروا الملح هنايا ما تخافوش البنات ديروا نورمال راح يخليه عنده بنة مليحة. هنا درت 2 مقارف تاع ملح، عفوا مقرف شوية. هنا كنت قطعت هذاك الثوم ودرته في صوص مع شرايح تاع الليمون. وكما انا نسيت ثاني حاجه واحده اخرى، الا كان عندكم الرند يعطيه بنه هايله ثاني زيدوا له الرند، كاين اللي يقولوا له ورق سيدي موسى، انا كان ما عنديش الرند ما استعملتش حتى هاك وجاني بنين، بصح من الاحسن انك دير الرند، انا موالفه الفلفل كي نراقدو نضيف له الرند ونديروا هذوك الشرايح تاع الثوم، وبعد نسكروه ونخلوه في بلاصه لازم كيما نقولوا ما يدخلش الضوء، تخلوه داخل البلاكار والله ما ديروش في الفريجيدير، خلوه حتى يتبدل اللون تاعو. وانا كان خذا معايا 10 ايام هاك وكان واجد. كما قلت لكم البنات وصيتكم ماذا بكم اللي راهي رايحه بلاصه ولا خارجه والله تحسن ذريتها، والله قالعين حق انا راه مصراولي ياسر حوايج وكان ياسر دلائل والله لا صراولي وش يقول الواحد، الحمد لله على كل خير، وان شاء الله تفوت هذه المرحله اللي رانا فيها سلامات وربي يجيب الخير ان شاء الله. وهنا ما تنساوش ديروا له من الفوق 2 مقارف زيت، وهذه الدنيا والمومن قاع مصاب والحمد لله على كل حال. والحاجه الشغل اللي تشد وتطلق قاع نقولوا لاباس وسكروا عليه هنا كما راكم تشوفوا، صراحه والله جاي هبل يشاهي. واكثر حاجه عجبتني انه جاني يقرمش حتى من الداخل فيه ذيك الطراوه ومن برا جاني يقرمش. شوفوا هنا بعد ما كان طاب معايا، شاهدتكم في الجنه حبيباتي، ولا رايت تسوحم ولا حاجه نقول لها سمحي لي حبيباتي، نقول لكم لي مش مشتركه في القناه تشترك في القناه معنا حبيباتي، دابا تكبر العائله تاعنا فضلا وليس امرا حبيبتي، وشجعوني بهذوك التعليقات تاعكم المحفزه، وما تنساوش ديروا لي جام. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. حبيت نقول لكم سنه سعيده عليكم كامل.